السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل وصفة تحفة، وصفة معجزة للشعر اللي بيقع، للناس اللي عندها فراغات في الشعر، للناس اللي عندها صلع ناتج يعني عن مثلا صبغات بروتينات والكلام ده. هنعمل وصفة تحفة، وصفة تطلع لك البيبي هير وتطلع لك شعرك في 6 أسابيع بس. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الوصفة دي مش عايزة حاجة خالص غير هو مكون واحد بس، اللي هي البصلة. بصل أحمر. ليه بصل أحمر؟ بصل أحمر أحسن من البصل الأبيض، لأن البصل الأحمر فيه مادتين اللي هما الشعر محتاجهم عشان خاطر يطلع ويكثف ويبقى حلو، يمنع التساقط، اللي هو الكبريت والكريستين. الحاجتين دول موجودين في البصل، وخصوصا البصل الاحمر موجودين فيه بكميات كبيره. ان شاء الله هنعملها دلوقتي مع بعض بطريقه سهله جدا، ومش هتتكلفي اي حاجه. يعني انت هتنقذي شعرك وهتعملي شعرك من دون اي حاجه. اول حاجه جبنا بصلايه متوسطه، وانتي طبعا عينيكي ميزانك على قد شعرك، شوف هيطلع ايه. بس ان شاء الله الوصفه البصله المتوسطه دي بقت حلوه، وكانت كميتها حلوه ومفيده. هنعمل وصفه تانية لتخمير ميه البصل تحفه، عن تجربه، حاجه خيال، عن تجربه بجد. انا اول مره يعني لما عملت الوصفه دي كانت حاجه جميله خالص، يعني قلت لازم اوريها لكم. ولو عملتيها واستفدتي منها ادعي لي دعوه حلوه. ولو عجبك فيديوي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. صفينا عملنا او بشرنا البصل. انت ممكن تبشري البصل، ممكن تحطيه في الكبه، ممكن تحطيه في الخلاط. بس لو حطيتيه في الكبه او الخلاط هتحطي معاه شق ميه بسيط. انا حبيت اعملها بيور كده خالص. شوفي صفيت ميه البصل خالص، وهتحطيها على شعرك. قبل ما اقولك الوصفه هنعمله الشامبو اللي هنغسل بيه الشعر، لان طبعا بصل في شعرك هتبقى ريحتك كلها بصل، هتخافي من ريحه البصل بعد ما تغسليه ما تطلعش منك. لا، احنا هنعمله شامبو عشان خاطر يطلع ريحه البصل من عندك على طول. وكمان في مواد تساعد وتحفز عمليه نمو الشعر وعدم التساقط وشيل القشره وكل الكلام اللي بيعمله البصل. الوصفه دي ازاي؟ هنجيب طبق تاني، ممكن تعملي كمية أكبر لو هتستمري على موضوع البصل ده. هتعملي كمية أكبر تحطيها في ازازة الشامبو عندك وتركنيها على جنب. كل ما تخشي الحمام اغسلي شعرك بيها أحسن من أي شامبو تاني. حطينا، جيبي أي نوع شامبو، حطيت حبة كده اهوت في طبق زي ما حضرتك شايفة. هنحط عليه بعض المكونات السهلة والموجودة عندك إن شاء الله. هنحط عليه أول حاجة، جبت معلقة من البن بتاعنا عادي، معلقه من البن. طبعا ده ريحه البن وريحه المكون اللي بعد كده هيشيلوا اي ريحه ويخلوا ريحتك فله كده اهوت. ريحه البن جميله جدا. والبن احنا عارفينه بيعزز نمو الشعر ويلمع الشعر ويكثف الشعر، يمنع التساقط، يشيل القشره. ده اللي احنا عارفينه في البن. وكمان هنحط معلقه من القرنفل المطحون، قرنفل مطحون او المسمار زي ما بعض الدول العربية بيقولوه. هتطحنيه حبة كده، تطحنيه في الخلاط وحطي عايزين معلقة شاي من الكركم، من القهوة، ومعلقة شاي من القرنفل. هنقلبهم كده مع الشامبو تقليبة كويسة، وهتحطيهم في ازازة شامبو فاضية تكون عندك. ممكن تعملي ده في الشامبو كله اللي عندك وتستخدموه كلكم. تحفة الشامبو ده، تحفة. عدم تساقط الشعر، يشيل القشرة، ينبت الشعر، يعني كل حاجة حلوة هيحطها فيه. هتعملي ايه كمان؟ هنقلبها كده كويس، وهنحطهم في برطمان زي ما في ازازة الشامبو زي ما قلت لك، وهتغسلي شعرك بيها مرتين بعد ما تحطي البصل. نيجي بقى للبصل. عملتي البصل بالشكل ده، هتكوني غاسله شعرك وشعرك لسه مندي. هتعملي ايه؟ هتغرقي شعرك كله وفروه راسك بميه البصل.
وهتدلكي شعرك لمدة 5 دقايق، مش أقل من 5 دقايق. فروة الراس مش الشعر، فروة الراس بشويش كده بلطف. هتدلكي فروة الراس لمدة 5 دقايق. هتحطيه على شعرك قد ايه؟ هتحطيه على شعرك من ساعة لساعتين، والأحسن ساعتين. وبعد ما تحطيه على شعرك ساعتين تلفي شعرك ببونيه. ما عندكيش بونيه، جيبي كيس بلاستيك وغلفي بيه شعرك، وهتقعدي بيه ساعتين، وهتغسليه بالطريقه اللي انا قلتلك عليها. وجربي الوصفه وادعي لي. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وشاركي في القناه وفعلي زر الجرس لتصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.